في الأيام الأخيرة أثارت إحدى الجرائد الفرنسية جدلا واسعا بعد نشرها خبرا عن استقالة وليد الركراكي من تدريب المنتخب المغربي، وهو ما تزامن مع قضائه إجازة في فرنسا. هذا التزامن جعل الكثيرين يتساءلون عن مدى صحة الخبر، خاصة وأن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سارعت إلى نفيه بشكل رسمي، مؤكدة أن المدرب ما زال في منصبه وأن ما يتداول لا أساس له من الصحة. رغم هذا النفي بقيت علامات الاستفهام قائمة، إذ يرى البعض أن الصحافة الفرنسية لا تنشر مثل هذه الأخبار دون مصادر، بينما يعتبر آخرون أن الأمر مجرد محاولة لإثارة البلبلة في وقت حساس. الركراكي نفسه يواجه منذ فترة انتقادات متزايدة بسبب النتائج الأخيرة للمنتخب، ما يجعل أي إشاعة عن رحيله قابلة للتصديق لدى جزء من الجمهور. القضية تكشف عن هشاشة العلاقة بين الإعلام الرياضي والجمهور، وتطرح سؤالا أعمق حول الشفافية داخل المؤسسات الرياضية المغربية. وبين النفي الرسمي والتكهنات الصحفية يبقى السؤال مفتوحا: هل هناك نار بدون دخان؟